السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنقول مع بعض تفسير رؤية المرأة المنتقبة في المنام أو المنقبة في المنام العزباء كما ورد عن كبار علماء التفسير ومنهم الإمام ابن سيرين. وأول حاجة بتدل عليها رؤية المرأة المنتقبة في المنام بتدل على التقوى والستر، وترمز المرأة المنتقبة في المنام إلى الاتزان الديني والستر، وأيضا بتدل على رغبة الحالمة في التقرب من الله سبحانه وتعالى واتباع الحياة المتدينة أو الالتزام بأمور الدين. كمان رؤية العزباء للمرأة المنتقبة في المنام بيدل على أن العزباء بتتحفظ في اتخاذ قراراتها الاجتماعية والعاطفية، وأيضا بتشعر بعدم الثقة بمن حولها في بعض الأحيان، وده بيدل على ترددها. كمان بيدل في بعض الأحيان على قرب الزواج إذا كانت المنتقبة جميلة وشكل النقاب جميل أو شافت إنها بتدخل بيت الرائية، فده بيدل على الزواج القريب من رجل صالح ومتدين بأمر الله تعالى. كمان بتدل على الشخصية الغامضة، وبتعكس المرأة المنتقبة في منام الفتاة العزباء وجود شخص غامض في حياتها، وربما تكون هي معجبة بيه أو متأثرة بيه دون أن تعرف، والله تعالى أعلى وأعلم. كمان بيدل على الأمان والحماية، ورؤية المنتقبة إن هي تشعر بالحماية، وإنها محاطة بأشخاص بيحرصوا دايما على سلامتها وأمانها. كمان بتدل أيضا رؤية المرأة المنتقبة في منام العزباء على الاستعداد لمرحلة جديدة، خصوصا إذا كانت الرائية تنظر للمنتقبة بإعجاب أو ترتدي النقاب في الحلم، فده بيدل على رغبتها في التغيير أو بدء حياة جديدة بطريقة مختلفة. كمان بيدل على تحقيق أمنية مسطورة. النقاب بيرمز للستر، والرؤية بتدل على تحقيق دعوة أو أمنية كانت بتخفيها الحالمة عن الآخرين. ولو شافت النقاب الأبيض في المنام وكانت لابساه وكان جميل، فده بشرى ليها بالزواج القريب من رجل متدين ميسور الحال. ولو شافت النقاب الأحمر في المنام فده بيدل يعني وشافت إن هي بتلبسه، فده بيدل على زواجها في القريب العاجل من رجل هيكون ما بينهم مشاعر حب ودفء وعاطفة جامدة بأمر الله تعالى. لو شافت ان هي بتخلع النقاب او مش حابة النقاب او شكله سيء، فده بيدل على تقصير في بعض امور الدين، والله تعالى اعلى واعلم.